السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، الدمراوي النهارده راجع وعامل لكم مفاجأة كبيرة جدا أهو، شرح درس محمد علي بطريقة مبسطة وجميلة جدا. يلا بينا. هنتكلم النهارده على درس محمد علي وبناء مصر الحديثة. محمد علي هيبدأ يبني مصر أو يشكل مصر على دماغه. إزاي على دماغه؟ محمد علي لما تخلص من المماليك ولما تخلص من الزعامة الشعبية وانفرد بحكم مصر، قال أنا هبدأ من دلوقتي أبدأ أعمر وأطور في مصر بطريقتي أنا. يعني هتعمل إيه؟ قال لك ههتم بمصر من جميع النواحي. إزاي يا عم محمد يا علي؟ قال لك أنا ههتم بمصر عن طريق عوامل اقتصادية أو عن طريق البناء الاقتصادي. طيب هيبدأ أول حاجة بالبناء الاقتصادي، وكلمة اقتصادي أي حاجة بتجيب للوطن العربي فلوس، زي زراعة، صناعة، تجارة، او اي حاجه بتجيب بقى لمصر اي فلوس بقى، زراعه، صناعه، تجاره. طب يلا بينا. عندي اول حاجه قام محمد علي بالاهتمام بالزراعه والصناعه والتجاره. خليك فاكر ان محمد علي طبق نظام اسمه نظام الاحتكار. ما هو نظام الاحتكار؟ اللي انا هحتكر، هسيطر على ايه يا محمد يا علي؟ محمد علي قال لي انا هبدا اطبق نظام الاحتكار، يعني هبدا احدد نوع الغله التي تزرع، نوع المحصول اللي انا هزرعه، معاه نوع الصناعة التي تصنع، الصناعة اللي أنا هصنعها، وثمن بيعها وشرائها في الأسواق. ده كده اسمه نظام الاحتكار. يعني حدد نوع الزراعة وحدد نوع الزراعة، يعني أحدد نوع الزراعة وحدد نوع الصناعة وحدد ثمن بيعها وشرائها في الأسواق. فقام بالنظام الاحتكار. مهم جدا. إيه هو نظام الاحتكار؟ قام محمد علي عمل إيه؟ بتحديد نوع الغلات التي تزرع ونوع الصناعات التي تنتج أو تصنع وتحديد ثمن بيعها وشرائها في الأسواق. لذلك قام محمد علي بتطبيق نظام اسمه نظام الاحتكار. أول حاجة هتبدأ تهتم بيها إيه يا محمد علي؟ قال لك أول حاجة هبدأ أهتم بالزراعة، 2 صناعة، 3 تجارة. يبقى محمد علي اهتم بالزراعة والصناعة والتجارة. يلا بينا. المهم محمد علي هنا هيبدأ يطبق النظام اسمه نظام الاحتكار. عمل ايه في الاحتكار؟ هيبدأ محمد علي اول حاجة يهتم بالزراعة اهو. يلا بينا. محمد علي هيبدأ يهتم بالزراعة اهتمام بارع. ليه؟ قال لي انا لو اهتميت بالزراعة هزود عندي في الاقتصاد، والاقتصاد هيجيب لي فلوس، هيجيب لي كتمنص، هيجيب لي اموال. طب هتبدأ تعمل ايه يا محمد علي في الزراعة؟ قال لك اول حاجة الغى محمد علي نظام الالتزام اللي كان بيدفعوا الضرايب اللي كان مطبقات الدولة العثمانية هو حق الانتفاع. قال لك انا هلغي نظام اسمه نظام الالتزام، وهتوسع في مساحة الاراضي الزراعية، او هبدأ توزيع مساحات الاراضي الزراعية على الفلاحين، اللي هو نظام حق الانتفاع. يعني الغى التزام وحق الانتفاع. 2 اتباع سياسة تهدف الى التقدم الزراعي. يعني هيبدأ يعمل في الزراعة 1 اول حاجة هيبدأ يعملها هيبدأ ينشئ مدارس صناعية. مدارس صناعية، يعني هيبدأ محمد علي يهتم بالزراعة، يعني هيبدأ يفتح مدارس زراعية. زي ايه المدارس الزراعية؟ اللي هي المدارس الموجودة لغاية وقتنا هذا، اللي هي المدارس الزراعة. طيب يبقى 1 قام محمد علي بإنشاء مدارس زراعية. 2 استخدم محمد علي خبراء من الخارج، ناس هييجوا يعلمونا زراعة، فاستخدم الخبراء المزارعين من الخارج. 2 هيبدأ يزود الفلاح بكل ما يحتاجه. انت محتاج ايه؟ فاس، هجيب لك فاس. انت محتاج ايه؟ جرار، هجيب لك جرار. انت محتاج ايه؟ سماد، هجيب لك سماد. اي حد محتاج حاجه من الفلاح هيبدا محمد علي يجيبها له. فمن هنا هيبدا يزود الفلاح بكل ما يحتاجه، وهيبدا يحسن من طرق الري. يعني هيهتم ويبني ترع وسدود وقناطر، يعني هيبدا يهتم بالزراعه. فهتبدا تهتم ازاي محمد علي بالزراعه؟ قال لي اول حاجه هنشئ ترعه، وهي ترعه المحموديه. فقام محمد علي بانشاء ترعه المحموديه والقناطر الخيريه. تاني انشا ترعه المحموديه والقناطر، قال لي قناطر خيريه. هيجي يقول لك من اهم اعمال محمد علي، هقول له انشا ترعه محموديه والقناطر الخيريه. تاني انشا ترعه محموديه والقناطر الخيريه. محمد علي اهتميت بالزراعه، قال لك انا هلغي نظام الالتزام وحق الانتفاع وهوزع الاراضي على الفلاحين. محترم. 2 قال لك انا هبدا افتح مدارس زراعيه. 3 هستخدم خبراء من الخارج. محترم. ومش بس كده، ده انا هزود الفلاح بكل حاجه هو عاوزها. يا سلام.
وهبدا احسن من طرق الري، يعني هتبدا تبني قناطر زي قناطر الخيريه، وهبدا ابني ترع زي ترعه المحموديه. ادخل اساليب في الزراعه، يعني ايه يا عم؟ قال لك هدخل غلات جديده. سمع ان في شجره اسمها شجره الرمان، هيبدا يجيب رمان. موز، هبدا اجيب موز. هيبدا يستخدم او هيبدا يجيب محاصيل جديده. طيب يبقى كده محمد علي طبق نظام اسمه نظام الاحتكار في الزراعه. دلل على طبق محمد علي نظام الاحتكار في الزراعه. حدد نوع الغلات التي تزرع وثمن بيعها وشرائها في الاسواق. هزرع النهارده طماطم، هشتري الطماطم بجنيه، هبيعها في السوق ب 2 جنيه. يبقى انا حددت ثمن بيعها وشرائها في الاسواق. محترم يا عم محمد يا علي. فاذا محمد علي كده اهتم بالزراعه. عمل ايه في الزراعه اخر مره؟ الغى نظام الالتزام، وزع الارض على الفلاحين. 2 اهتم بالزراعه، انشا مدارس زراعيه، استخدم خبراء من الخارج. محترم. زود الفلاح بكل ما يحتاجه. جميل. حسن طرق الري في حفر ترعه محموديه والقناطر الخيريه. عظيم. ادخل اساليب زراعيه جديده، او ادخل غلات جديده. وكده يبقى اهتم محمد علي بالزراعه. وطالما اهتم بالزراعه هيبدا محمد علي ايضا يهتم بايه؟ بالصناعه. واي حد هيهتم بالصناعه، عشان كده انا اهتميت بالزراعه. زرعت قطن، فهاخد القطن اصنع منه ملابس. صنعت، يعني الزراعه معتمده على الصناعه. فمحمد علي هنا بتطوير في الصناعه. قام محمد علي بالتطوير في الصناعه. طورت الصناعه ازاي يا عم محمد يا علي؟ قال لي انا طورت الصناعه كالاتي. اقام محمد علي مصانع حكوميه. بدأ يبني مصانع، يعني اي حد بيهتم بالصناعه بيبني مصانع. الحمله الفرنسيه، راجع كده الحمله الفرنسيه لما اهتمت بالصناعه فتحت مصانع. محمد علي هيبدأ يفتح مصانع حكوميه. ايه المصانع؟ قال لي عندي سكر، ورق، غزل ونسيج. فانشأ محمد علي مصانع سكر، ورق، غزل، نسيج. سكر، ورق، غزل، نسيج. 2 هيبدأ محمد علي يجمع الصبية. هيجمع العيال الصغيرة. ليه؟ هيجمع الصبية اللي مرمين في الشوارع، قاعدين في الشوارع. تعالى يا ابني انت هو، هشغلكم عندي في المصانع اللي انا عاملها. طب حلو. يعني جمع الصبية للعمل في المصانع الحكومية بس بأجور رمزية. تاني، جمع الصبية للعمل في المصانع الحكومية اللي هو عملها بس بأجور رمزية. منك يا ابني بلمك، ومنك اللي انت بتاخد أجور رمزية منك أكنك بتتعلم صنعة. يعني بلمك وبديك فلوس وبتتعلم صنعة. الله عليك يا محمد يا علي. حيث جمع الصبية للعمل بالمصانع الحكومية بس بأجور رمزية، بمثابة مدارس ايه؟ أكنك بتتعلم مدارس صناعية. زي ما محمد علي اهتم بالزراعة، هيبدأ محمد علي يهتم بالصناعة. محمد علي زي ما جاب خبراء من الخارج، هيبدأ محمد علي الاستعانة بخبراء من الخارج. زراعة جاب خبراء، صناعة جاب خبراء. الصناعة أرسل بعثات إلى الخارج. هيبدأ يا ابني روح أنت وهو يا ابني، روح اتعلموا وتعالوا، روح اتعلموا صنعة وتعالوا قولوا لي هنا في مصر. فبدأ محمد علي يرسل بعثات للخارج، وهيبدأ يترجم الكتب الخاصة بالصناعة. هيبدأ يجيب الكتب ويترجمها الخاصة بالصناعة. ولذلك قام محمد علي بالاهتمام بارع جدا 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 بإيه؟ اهتم محمد علي اهتمام بارع جدا بالصناعة. عمل إيه؟ فتح مصانع ورق، سكر، غزل، نسيج. 2 جمع الصبية. هيبدأ محمد علي يجمع الصبية للعمل في المصانع الحكومية اللي هو عملها بس بأجور رمزية بمثابة إنها مدارس صناعية. 3 هيبدأ استعانة بخبراء من الخارج، وهيبدأ يبعت خبراء للخارج، وهيبدأ محمد علي يترجم الكتب الخاصة بالصناعة. لما يجي يقول لي دلل، السؤال ده مهم جدا برضو شبه الزراعة. اهتم محمد علي أو طبق محمد علي نظام الاحتكار. احتكر يعني سيطرت. احتكرت فين يا عم؟ قال لك انا احتكرت في الصناعه. والدليل على ذلك هيبدا يمد الصناع بالمواد الخام اللازمه للصناعه. خد قطن، ماده خام، صنع، عشان كده احتكرت. وشراء المنتجات الصناعيه، هيبدا يشتري المنتجات الصناعيه عشان يبدا يصنع ويطور ويعمل دوله كبيره جدا. يا محمد يا علي واحده واحده علينا. يبقى انت كده اهتميت بالزراعه واهتميت بالصناعه. فاضل لك حاجه يا محمد يا علي، وهي برافو عليك، هي التجاره. ولذلك طبق محمد علي ايضا نظام الاحتكار في التجاره. يعني يا محمد علي انت اهتميت بالزراعه واهتميت بالصناعه، تعال نشوفه اهتم بالتجاره ازاي. اي حد بيهتم بالتجاره حبايب قلبي لازم يفتح اسواق. اخدناها ايام الحمله الفرنسيه لما اهتمت بالتجاره فتحوا اسواق. محمد علي قال لك طبقت نظام الاحتكار انا كمان في التجاره. عملت ايه يا محمد يا علي؟ قال لك انا اول حاجه انا هجيب التجار الاجانب، هديهم البضاعه بتاعتي يشتروها. يعني البيع للتجار الاجانب في مصر. يا اجانب خدوا مصر، خدوا من عندي بضاعه. اديكم مثال.
فتحت محل، او السوريين فاتحين في مصر محلات شاورما، هل هيجيبوا الفراخ بتاعتهم من سوريا؟ لا، هياخدوا الفراخ بتاعتهم من مصر، ياخدوها يتبلوها ويبيعوها، بس ميدن ان ايه؟ قال لك الفراخ مصريه. الله عليك، يعني البيع للتجار الاجانب بس في مصر. اتنين، هبيع البضاعه بتاعتي في الخارج بس مكتوب عليها ميدن ان ايجيبت، مصنوعه في مصر. يعني البيع للتجار الاجانب او بيع في الخارج قال لي لحساب الحكومه المصريه، هبيع في بره مصر بس باسمي، بحساب الحكومه المصريه. طيب البيع للتجار الاجانب او البيع في الخارج سوري لحساب الحكومه المصريه. هحتكر حركه الواردات، يعني اي حاجه طالعه من بره هتبقى باسم محمد علي. انا محمد علي هبيع للتجار الاجانب في مصر. اتنين، هبيع للتجار بس باسم الحكومه المصريه. تلاتة، هحتكر حركه الواردات، اي حاجه هتطلع مكتوب عليها محمد علي بابا المجال. طيب تسويق جميع الحاصلات الزراعيه، هبدا اطلع الحاصلات بتاعت الزراعيه والمنتجات الصناعيه، بعد شرائها هبدا اجيب المنتجات هشيلها عندي فين؟ في المخازن. ده راجل دماغه شغاله مش بتنام والله. ولذلك طبق محمد علي نظام الاحتكار في التجاره، يعني طبقه في الزراعه وهيطبقه في التجاره. يعني محمد علي هنا يا جماعه سيطر على مصر كلها من في الزراعه والصناعه والتجاره، وده كده البناء الايه؟ البناء الاقتصادي. حلو قوي. انا قلت لك اقتصادي، زراعه، صناعه، تجاره. طيب هناخده دلوقتي حاجه مهمه جدا وهي النقل والمواصلات. محمد علي هيبدا طالما عمل تجاره لازم يامن النقل والمواصلات بتاعته. اكيد عايز اتاجر، ينفع اتاجر اشيل البضاعه على كتفي اروح بيها؟ لا، قال لي لازم تعمل ايه؟ لازم نهتم بالنقل والمواصلات. هتهتم بالنقل والمواصلات ازاي يا محمد يا علي؟ قال لي اول حاجه ههتم بيها لازم انا امن الطريق بتاعي. هتامنه ازاي؟ قال لك اول حاجه قام محمد علي بتامين الطرق البريه والطرق البحريه. حلو قوي. بريه اللي انا ماشي فيه، والبحريه عن طريق البحر. طب البحر هتعمل فيه ايه؟ قال لك انا هبني اسطول. انا عندي كام بحر في مصر؟ انا عندي بحرين، الاحمر والمتوسط. فقام محمد علي ببناء اسطولين، طرق بريه وبحريه. طب البحريه اسطول على البحر الاحمر والبحر المتوسط. طيب البحر الاحمر قال لك انا هطهر البحر الاحمر من القراصنه. شغل امير البحار، قال له ان قرصان واحد بيموتني. فاذا قام بتطهير البحر الاحمر من القراصنه، الناس اللي بيسرقوا البضايع وبيسرقوا اللي هم بيهجموا على القوافل البحريه في الميه، قراصنه. طيب حفر الترع والاهتمام ايضا بالمواني المصريه، بدا يعمل مينا. ليه؟ قال لك عشان المركب لما تيجي تقف عندي في المينا. راجل دماغه شغاله. عملت ايه يا محمد علي؟ قال لك انا عملت 4 حاجات في التجاره، في النقل والمواصلات. عملت ايه في النقل والمواصلات؟ قال لك اول حاجه تمهيد او قام بتمهيد الطرق البريه والبحريه. 2، اهتم محمد علي ايضا ببناء اسطولين على الاحمر والمتوسط. 3، قام محمد علي بتطهير البحر الاحمر من القراصنه، ودي مهمه جدا. وحفر الترع والاهتمام اهتم بايه؟ قال لي اهتميت بالمواني المصريه، ولذلك قام محمد علي بالاهتمام بكل من الزراعه والصناعه والتجاره والنقل والمواصلات. يبقى كده اهتم محمد علي ب4 حاجات. تمام؟ ده كده البناء الايه؟ الاقتصادي اللي بيجيب كتمنص. اهتم محمد علي ايضا بالبناء الاجتماعي. البناء الاجتماعي يعني ايه البناء الاجتماعي؟ طبعا عارفين يعني ايه بناء اجتماعي. المجتمع محمد علي عمل فيه ايه؟ حاجات تظهر، حاجات تختفي. خد بالك من اللفظ ده، حاجات تظهر، حاجات تختفي. يعني في حاجات ظهرت وفي حاجات اختفت. ايه هي الظهرت؟ قال لك اول حاجه نهيت على المماليك كطبقه حاكمه. فاكرين لما طردهم خارج البلاد ومنعهم من المناصب الرفيعه؟ انتهى نفوذ المماليك كطبقه حاكمه، وهتبدا تظهر مين؟ عيلتي. يعني هتبدا اسره محمد علي. الله. بس قال لي لا، هتبدا تظهر برضه العناصر التركيه من الاتراك. نعيده تاني، انتهى من المماليك وظهرت اسره محمد علي. الازهر بقى، علماء الازهر ما لهمش دور، ده ضاء النفوذ علماء الازهر. زعامه شعبيه ولا في زعامه شعبيه. تجار قال لك وتدهورت طبقه التجار. حلو، يعني ولا عندي علماء ولا عندي زعامه شعبيه، والتجار ايه؟ انا بقيت بسيطر على التاجر، انا الوحيد اللي بتاجر، فمش محتاج تجار معايا، اخلعوا مالكمش لازمه. طيب ظهرت طبقه الاعيان. من هم الاعيان؟ قال الاغنياء، اكيد طبعا عايزهم. ظهرت طبقه الاغنياء وطبقه عمال الصناع، عشان كده كده انا بهتم بالصناعه، فانا عاوز حد يصنع لي، انا مش هعرف اروح اصنع، فاهتم طبعا بالصناعه مع استمرار الطوائف او جميع الطوائف كوسيله حاكمه.
ظهرت طبعا البدو، اللي هم مين البدو؟ سكان الصحراء. بس دول قوة مستقلة ومستقرة الاتنين. قوة مستقلة، انا ماليش دعوة بحد، احنا موجودة عندي في الصحراء اللي هم البدو. يبقى محمد علي قضى على المماليك وظهرت اسرته ومجموعة من الاتراك. ده ضاء النفوذ علماء الازهر. اتنين، قيادة شعبية. تلاتة، ظهرت طبقة الاعيان، الناس الاغنياء اللي معاها فلوس، فظهرت طبقة الاعيان. واحدة واحدة معايا يا ابن قلبي. ظهر طبعا البدو كقوة مستقلة ومستقرة ملناش دعوة بحد. ودي كده الحياه الاجتماعيه في عهد محمد علي. يبقى تدهورت واختلفت طبقات اجتماعيه وظهرت طبقات اخرى، حاجات تظهر يا موهي وحاجات بتختفي يا موهي، فعندي حاجات بتظهر وحاجات بتختفي. طيب اخدناها. محمد علي هيبدا ايضا يهتم بالتعليم. التعليم لازم ان محمد علي يهتم بالتعليم. اهتم محمد علي بالتعليم اهتماما بارعا. ليه؟ انا عايز ناس متعلمه، ناس بتعرف تقرا، ناس بتعرف تكتب، ناس بتعرف تقرا، ناس بتعرف تكتب، عشان خاطر يفيدوني. ينفع اعلم واحد جاهل؟ قال لي لا طبعا ما ينفعش. طب ايه الحل؟ قال لك لازم أنا اعلمهم. ليه؟ عايزهم في الجيش اللي انا هبنيه، حصل. عايزهم في الصناعه، حصل. عايزهم في التجاره، حصل. عايز ناس بتعرف تحسب، فهبدا اهتم بايه؟ بالتعليم. الله يفتح عليك. فاذا محمد علي اهتم ايضا بالتعليم اهتمام بارع جدا جدا. ليه؟ عشان عاوز موظفين. موظفين، ناس بتعرف تشتغل لسد حاجه المصالح الحكوميه. المصانع اللي هو لسه فاتحها، لسه قايلها لك دلوقتي والله العظيم. عايز موظفين لسد حاجه المصانع الحكوميه. عايز فنيين ومتخصصين في مختلف الفروع. ليه؟ قال لك لسد حاجه الجيش والاسطول، عشان هيفيدوني في الجيش والاسطول. يعني بما تفسر اهتم محمد علي بالتعليم. ليه يا محمد يا علي اهتميت بالتعليم؟ واحد، اهتميت بالتعليم عشان عايز موظفين لسد حاجه المصالح الحكوميه، فنيين ومتخصصين عشان يفيدوني فين؟ لسد حاجه الجيش. يعني الراجل ده هيبدا يدمر الكوكب. هتبدا تعمل ايه يا محمد يا علي؟ قال لك انا هبدا اول حاجه ههتم بالتعليم، ولو اهتميت بالتعليم لازم افتح مدارس. ادي يا جماله، افتح مدارس. هتفتح مدارس ايه؟ قال لك في الطب اهو، قال لك في الصيدله. ده انت مش بقى على حاجه. مدارس زراعيه وصناعيه، ارجع للموضوع، ارجع للزراعه والصناعه. انا فتحت مدارس زراعيه وهفتح مدارس صناعيه، فاذا الزراعه والمهندس خان. الله، محمد علي مش بقى على حاجه. اهتميت بالتعليم، انا هبدا انشئ مدارس. ايه المدارس يا عم يا عم محمد يا علي؟ قال لك صيدله وطب وزراعه وصناعه. قال لا ايه تاني؟ قال لك ومهندس خان. طيب، وهيبدا محمد علي يشغل دماغه. ازاي يشغل دماغه؟ هيبدا يرسل بعثات الى الخارج. ارسل محمد علي بعثات للخارج. ليه هتبدا تبعت بعثات للخارج؟ يروح يتعلموا ويجي يعلموا الناس، يبقى في منهم منفعه. ايه هي؟ قال لك انا هبعت اتنين، واحد اسمه رافع الطهطاوي، وواحد اسمه انكل علي باشا مبارك. بعد اتنين، رفاعي الطهطاوي وعلي مبارك. تاني، رفاعي الطهطاوي وعلي مبارك. خدوا بعضيكم وروحوا اوروبا اتعلموا وتعالوا فدوني. الله، مصلحه دي اقسم بالله. يبقى قام محمد علي بارسال بعثات للخارج. ايه هي هم البعثات؟ قد قام محمد علي بارسال رافع الطهطاوي وعلي باشا مبارك. ليه؟ للتعلم في اوروبا والنهضه بالتعليم في مصر. شكرا. هتبدا يا محمد يا علي تعمل ايه؟ هبدا استعين بخبراء من الخارج. ليه؟ هبدا اجيب خبراء من الخارج زي ما جابهم في الزراعه وجابهم في الصناعه، فهبدا اجيب ايضا خبراء من الخارج. مش بقى على حاجه. طب عايز تعمل ايه؟ قال لك انا هبدا اجيب ناس من بره. ليه؟ استعان ببعض الاساتذه الاجانب. ليه؟ عشان خاطر يجي يعلمونا اللغه الانجليزيه، يعرفوا يدلعونا. اجانب معلم. فهيبدا محمد علي هنا يبدا يجيب اساتذه من بره. تعالوا يا اساتذه علموا الشعب بتاعي التعبان. طيب يا عم. فالاساتذه جت ليه؟ قال لك للتدريس في المدارس العليا. عشان يعلمونا في الكليات والمدارس العليا. حلو قوي. وترجمه الكتب او المساهمه في الترجمه. الله علينا. ترانسليشن يا باشا. يعني محمد علي قلت لك مش بقى على حاجه، ده جاب اساتذه من بره عشان يعلمونا في المدارس العليا. الله عليك. ومش بس كده، ده عشان كمان يترجموا الكتب. يا محمد يا علي اتقل علينا. يا محمد يا علي كفايه اعمال. قال لك لا، ده انا هديك لغايه، بص ده ما فيش منه الكلام ده انا لازم اعمل لك دوله الناس كلها تحلف بيها. وقدر يعملها محمد علي. يعني محمد علي اهتم بالتعليم، انشا مدارس زي الطب والصيدله والزراعه والصناعه والمهندس خان. ارسل بعثات للخارج، بعت رافع الطهطاوي وعلي باشا مبارك. ودهم فين؟ قال لي وديتهم اوروبا. طيب، 3، استعانت باساتذه من بره. جاب اساتذه من بره. ليه يا عم؟
قال لك للتعليم في المدارس العليا، مهم جدا، بما تفسر استعانة محمد علي وبعض الاساتذه الاجانب للتعليم في المدارس العليا ومساهمه الترجمه. مش بس كده، محمد علي هيبدا ينشئ ايضا مطابع برينتر. محمد علي هيبدا ينشئ مطابع، انشا مطابع يا شباب. ايه هي المطابع؟ انشا مطبعه اسمها مطبعه الاميريه. فين اهي، انشا مطابع الاميريه، لسه قايلينها اهي. اين تقع مطبعه الاميريه؟ قام محمد علي بانشاء مطبعه الاميريه في حي بولاق. مهمه جدا 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 زي اسمك. يبقى محمد علي انشا مطبعه الاميريه فين؟ قال لي في بولاق. محمد علي انشا مطبعه الاميريه في بولاق، اوعى تنساها بالله عليك. طب المطبعه فايدتها ايه؟ ايه بتطبع؟ ايوه طبعا. بتطبع لك ايه؟ قال لك بتطبع لي كتب اللازمه للمدارس. بتطبع لي كتب المدارس اكيد. وتطبع لي ايه تاني؟ قال لي بتطبع لي كتب الادبيه والفنيه، كليات بقى وبتاع وفنون. طب حصل. واكيد هنشئ صحيفه. طب هي الصحيفه؟ قال لك قام محمد علي بانشاء صحيفه الوقائع المصريه. تاني، يبقى الوقائع المصريه، ودي مهمه جدا. قام محمد علي باصدار صحيفه اسمها الوقائع المصريه. يبقى محمد علي هنا هيبدا يعمل ايه يا حبايب قلبي؟ هيبدا يهتم بالطباعه، او هيبدا ينشئ مطابع. نشأ مطبعه الاميريه. اين مطبعه الاميريه؟ انشأ مطبعه الاميريه في حي بولاق. ليه؟ لطباعه الكتب اللازمه للمدارس وطباعه كتب ادبيه وفنيه. وهيبدا ينشئ صحيفه مهمه جدا وهي الوقائع المصريه. ما يسكتش محمد علي، هيبدا محمد علي ايضا يهتم بالجيش. البناء العسكري ده مهم جدا. حبايب قلبي، واحده واحده. هل انا كان عندي جيش زمان؟ لا. مين اللي كان بيدافع عن اهل اسكندريه؟ كان اهل اسكندريه محمد قريب. ثوره القاهره الثانيه عمر مكرم. الصعيد اهل الصعيد. جبت سيره الجيش قبل كده؟ مماليك. يا جدعان حد جاب سيره الجيش؟ ما جبناش سيره الجيش. هيبدا محمد علي هو اول واحد هيبدا يعمل جيش. فقام محمد علي بانشاء الجيش. وقام محمد علي وادرك محمد علي ان نجاحه في بناء دولته ان هو لازم يعمل بناء عسكري. فكان هيبدا يهتم بالمشروعات. عمل مشروعاته العمرانيه وعمل مشروعاته تعليميه. لسه قايلينه ليه بقى؟ كان بيمهد، بنى في العمران او اهتم بالعمران واهتم بالتعليم. ليه؟ عشان خاطر يهتم بالجيش او لسد حاجه الجيش. اهتميت بالعمران فبنيت قلاع عشان هيفيدني في الجيش. اهتميت بالتعليم فعايز ناس تعرف تقرا وتكتب فعشان اهتم بالجيش. ولذلك اهتم محمد علي بالبناء العسكري ذات نظام عالي جدا او طراز اوروبي. فمحمد علي هيعمل جيش على النسق الاوروبي. مهم جدا. محمد علي هيعمل جيش على النسق الاوروبي. تعالى معايا يا عم. قال لك هعمل الطراز الاوروبي او النسق الاوروبي الحديث. وهيبدا محمد علي يعمل اعداد للضباط. اول حاجه هتبدا تعمل ايه؟ قال لك انا اول حاجه لازم اعملها هفتح مدرسه. افتح مدرسه ايه؟ اكيد اهتميت بالجيش فهفتح مدرسه عسكريه. خلي بالك، هيبدا محمد علي يفتح مدرسه عسكريه. مدرسه عسكريه فين يا انكل محمد يا علي؟ قال لك فتح محمد علي اول مدرسه عسكريه كانت في اسوان. مهم جدا. اول مدرسه عسكريه فين؟ كانت في اسوان. مش بس كده، هيبدا يستخدم معلمين من بره. حصل. هيبدا يستخدم معلمين او حد يدرب الجيش بتاعنا. اكيد يعني في واحد احنا ما عندناش جيش هنعرف ندربه نفسنا؟ مستحيل. فهيبدا محمد علي يهتم بالجيش. ولما محمد علي هيهتم بالجيش هيبدا يفتح مدرسه في اسوان. مش بس كده، ده هيبدا محمد علي ايضا يبدا يجيب خبراء من بره. فاستخدم محمد علي خبراء من بره. هيجيب واحد يدربنا وهو اسمه الكولونيل سيف. وده من احد ضباط نابليون بونابرت في مصر الحمله الفرنسيه. فاذا قام محمد علي باستخدام خبراء ذو خبره. فبدا يجيب واحد اسمه الكولونيل سيف وده احد ضباط جيش نابليون بونابرت. مهم جدا، اسمه الكولونيل سيف. هيبدا محمد علي يبدا يهتم بالجنود. اول ناس قام بتجنيدهم محمد علي هم السودانيون. حلو قوي قوي قوي. السودانيون هيبدا يجيب السودانيون يدربهم. هيقدروا؟ قال لك لا، انا دايخ من التمرين. يا ساتر يا رب، ايه يا عم في ايه؟ قال لك لا انا مش هقدر. السودانيون مش هقدر. لا ما فيش سودانيون. ففشل اول حاجه في السودانيون. قال لك طب اروح اجرب. هتجرب مين يا عم محمد علي؟ قال لك انا هجرب المصريين. يبقى محمد علي جرب السودانيون فشل. ثم هيجرب المصريين. وطبعا قلتها لك قبل كده، المصري معروف بجبروته للمره الثانيه. فالمصري معروف بجبروته فهيبدا محمد علي يهتم بتجنيد المصريين. ممكن يجي لك صح وغلط. قام محمد علي بتجنيد المصريين ثم السودانيين.
لا، الدمراوي ما قالش كده. الدمراوي قال بدأ بتجنيد السودانيين ثم المصريين. خلي بالك، اثناء بقى المصريين وهم في المعركه، او اثناء بقى المصريين لما جربهم، لان المصري معروف بجبروته. يعني هيبدا يعمل ايه المصريين؟ قال لك هيبدا محمد علي يهتم بالمصريين وقادر ان هم يثبتوا كفاءتهم في القتال. ازاي يا عم؟ قال لك اول حاجه تصحى الساعه 6 الصبح. المصري حاضر يا فندم، 6 الصبح ابقى صاحي. يعني الانتظام في التدريب. اعمل كذا وما تعملش كذا. حاضر يا فندم. تأمرني. اطاعه الاوامر. طيب، شجاعتهم في ميادين القتال. عشان تثبت ان انا حلو وبحبك، انا حارم نفسي تحت الدبابه. قلبه ميت بقول لك، مفيش منه اتنين. فهنا قام محمد علي بتجنيد المصريين. ليه محمد علي جند المصريين؟ ليه؟ قال لك الانتظام في التدريب، اطاعه الاوامر، شجاعتهم في القتال. تاني، هيبدا محمد علي الانتظام في التدريب، اطاعه الاوامر، وشجاعتهم في ميادين القتال. يسكت محمد علي؟ ما يسكتش. فهيبدا محمد علي ايضا ينشئ اسطول. هيبدا يهتم بانشاء الاسطول، سفن. فاذا هيبدا ينشئ ترساله. هيبدا ينشئ ترسانه. طب هتبدا تنشئ اول ترسانه فين؟ قال لك نشات ترسانه في بولاق ثم اسكندريه. لازم الترتيب، بولاق ثم اسكندريه، مش اسكندريه ثم بولاق. ابوس ايدك ركز. فقام محمد علي بانشاء ترسانه بحريه. يا محمد يا علي، قال لك انا هنشئ اول ترسانه بحريه في بولاق ثم اسكندريه. بولاق واسكندريه، ما قالش اسكندريه ثم بولاق، خلي بالك. طيب، بدأ يزودوا بكافة الأسلحة وأعداد مكان للتدريب. وهيبدأ محمد علي يتعلمهم تعليم البحارة. ومن هنا هيبدأ محمد علي يسيطر على الأسطول. طيب يا محمد يا علي، هتبدأ تعمل أسلحة؟ قال لك أنا هبدأ أبني أسلحة. طيب، وهبدأ أصنع أسلحة. بدأ يصنع محمد علي الأسلحة والذخيرة. فين؟ قال لك في نفس المكان اللي اتولد فيه حبنا يا حلو. لا مش كده، قال لك في نفس المكان ان انا هنشئ فيه مصانع. هو نفس المكان اللي فيه قلاع، يعني المكان اللي فيه قلعه هو المكان اللي فيه اسلحه. حصل. فقام محمد علي بالتصنيع الحربي، فانشا ترسانه لتصنيع الاسلحه في القلعه. الله، يعني بدأ يصنع الأسلحة فين؟ في القلعة. أنشأ قلاع في اسكندرية ثم رشيد ثم دمياط. أهم اسكندرية رشيد دمياط. فقام محمد علي، مش لازم الترتيب، عادي، اسكندرية ورشيد ودمياط للدفاع عن البلاد. فقام محمد علي بالاهتمام بالأسطول. فعملت ايه يا محمد علي في الأسطول؟ قال لك أنا بنيت في أسطول في بولاق ثم اسكندرية. واهتميت بالذخيرة، بدأت أبني مصانع، أو سوري بدأت أبني قلاع وجوه القلعة مكان أصنع فيه ذخيرة. ليه؟ قال لك بنيت في قلاع في اسكندريه ورشيد ودمياط. تاني، اسكندريه رشيد دمياط. وكده يبقى اهتم محمد علي بالبناء الايه يا حبايب قلبي؟ البناء العسكري. زراعه اهتم بيها، صناعه اهتم بيها، تجاره، نقل ومواصلات، بناء اجتماعي اهتم بيه، بناء التعليم اهتم بيه، الجيش اهتم بيه. محمد علي ما سابش حاجه غير لما اهتم بيها. خدهم فصصهم معاك واحده واحده اكنك بتقشر سمكه. خد حاجه كده حبيبي. الزراعه، ابدا خد الزراعه والصناعه والتجاره والنقل والمواصلات في يوم، خلصهم. ابدا خد حاجه تانية، ابدا خد التعليم والجيش في يوم، والبناء الاجتماعي. انت ما وراكش حاجه، بس لازم يكون الحصيله التعليميه بتاعتك كملت. خلاص انت دلوقتي في ثالثه اعدادي، قدامك فرصه صغيره. يلا بينا. عندي بناء سياسي. يعني ايه بناء سياسي؟ عندما تولى محمد علي هنا هيبدا يهتم بالنظام السياسي. يعني ايه نظام سياسي؟ محمد علي هيبدا يغير في السياسه. ازاي يا عم محمد مراوي؟ هقول لحضرتك حالا. يا محمد يا علي، انت بدات تعمل بناء سياسي، ولما اقول لك بناء سياسي يعني هبدا افصص الدوله على دماغي. ازاي؟ قال لي اول حاجه محمد علي قسم مصر الى 7 مديريات. حلو؟ 7 مديريات، واي قرار واجب التنفيذ، بس لازم يطلع من القاهره. الله، قال لك مركزه القاهره التي تصدر اي قرار ومنها واجب التنفيذ، غصب عنه لازم يتنفذ. فقام محمد علي بتقسيم مصر الى 7 مديريات، وعلى رأسهم هذه النظام اسم النظام الاداري، اداره الحكومه، اللي هو النظام الاداري المركزي، بيصدر القرار في القاهره، واي حاجه لازم تتنفذ. حصل. 2، انشأ محمد علي عده مجالس ودواوين. مثل محمد علي انشأ مجلسين، مجلس المشوره والمجلس العالي، هناخدوها ان شاء الله في الاحياء النيابيه ان شاء الله بعد كده. فقام محمد علي بانشاء عده مجالس، انشأ مجلس المشوره والمجلس العالي. يجي سؤال يقول لك اكمل. قام محمد علي بانشاء عده مجالس، نقط ونقط. محمد علي عمل مجلسين، المشوره والعالي.
فقام محمد علي بتقسيم مصر إلى 7 مديريات. تاني، قام محمد علي بتقسيم مصر إلى 7 مديريات. 2. يبقى محمد علي هنا قسم مصر إلى 7 مديريات لسه قايل لك، وعلى رأسهم هيئة النظام الإداري. طيب مركزه قال لك في القاهرة، ومنها أي قرار واجب التنفيذ. 2. أنشأ محمد علي عدة مجالس مشهورة وعالية. محمد علي أصدر لائحة جديدة سنة 1837 مهمة جدا. محمد علي أنشأ لائحة، قال لك أنا مش عاجبني كلمة دواوين، يعني هيخليها قال لك أنا مش هيعجبني كلمة إدارات إلى 7 دواوين يعني وزارة. قال لك دي كلمة صعبة، لا لا لا، أنا عايز أخليها وزارة، وكل وزارة مختصة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الجيش، وزارة الأوقاف، وزارة مش عارف إيه. فهيبدأ محمد علي هنا يصدر لائحة لإعداد تنظيم الإدارة إلى 7 دواوين. اللي هي الدواوين؟ قال لك 7 وزارات. تمام، وحددهم. ولذلك اهتم محمد علي أيضا بالنظام السياسي. آخر حاجة محمد علي هيبدأ محمد علي يعمل شوية قلق. إيه هو القلق؟ هيبدأ محمد علي يخش في حروب، هيبدأ يوجع دماغه بقى. الحتة دي مهمة جدا جدا جدا، بالله عليك يا ابني ركز معايا. محمد علي هنا هيبدأ يهتم بالتوسعات في الخارج، فهيبدأ محمد علي يخش 4 حروب. حلو. محمد علي كل فكرته اللي هو كان عايز ينفصل عن الدولة العثمانية، عايز ينفصل عن الدولة العثمانية زي ما تخلص من الزعامة الشعبية عشان ينفرد بحكم مصر. محمد علي عايز يتخلص من العثمانيين عشان يبقى محدش مسيطر عليه. حلو. هيخش محمد علي 4 حروب، 2 على رغبته و2 على رغبة السلطان العثماني. تاني، 2 على رغبته و2 على رغبة السلطان الايه؟ العثماني. محمد علي هيخش 2 على او مرحلة الاتفاق ديت ما بين السلطان العثماني، وهي شبه الجزيرة العربية واليونان. مهمين جدا، شبه جزيرة عربية واليونان، شبه جزيرة عربية واليونان. يبقى معركتين على رغبة محمد علي، على رغبة الاتفاق اللي هو السلطان العثماني. حرب شبه الجزيرة العربية اللي هي الحركة الوهابية، واليونان في المورة. طيب الخلاف، محمد علي ضم السودان والشام، وده كده طبعا على رغبة محمد علي، يعني بإرادة محمد علي يعني على رغبته السودان والشام، على رغبة السلطان العثماني شبه الجزيرة العربية واليونان. يبقى محمد علي هيخش 4 حروب. يلا بينا ناخد أول حرب. أول حروب محمد علي هي كانت مع الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية كانت تابعة للدولة العثمانية. شبه الجزيرة العربية كانت تابعة للدولة العثمانية. فهيبدأوا يطلعوا يتأمروا على السلطان العثماني. فطالما عايزين يتأمروا على السلطان العثماني، فالسلطان العثماني عايز يقضي عليهم. فكلم محمد علي قال له تعالى يا محمد يا علي اقضي على الحركة الوهابية عشان عمالين يتأمروا ضدي. يبقى كان من أهم أسبابها القضاء على الحركة الوهابية التي تهدد نفوذ الدولة العثمانية. حلو الكلام. سيطر محمد علي على شبه الجزيرة العربية، انتصر محمد علي. حلو الكلام. يبقى والحاجة كانت على رغبة مين؟ على رغبة السلطان العثماني، شبه الجزيرة العربية والمورة. طيب حرب تانية على رغبة محمد علي. بصوا معايا واحدة واحدة. الأولى شبه الجزيرة العربية، السلطان العثماني حركة وهابية عايز يقضي عليها عشان بيتأمروا ضده، شكرا، وكسب محمد علي. التانية ما بين مين؟ قال لك السودان، على رغبة مين السودان؟ محمد علي. محمد علي عايز بلد يستفاد منها، فقال لك أنا هضم السودان. ليه؟ قال لي بما تفسر رغبة محمد علي اللي هو يحتل السودان أو يحقق مكاسب اقتصادية وعسكرية. اقتصادية عشان عندهم نهر النيل، فإذا امتد نفوذ محمد علي للسودان عشان ينشئ أول حاجة منابع لنهر النيل أو اكتشاف منابع لنهر النيل. عايز يكتشف منابع لنهر النيل وخلى عاصمتها وأنشأ مدينة الخرطوم عاصمة السودان. الله عليك يا محمد يا علي. بما تفسر اهتم محمد علي بفتح السودان، او ليه محمد علي اهتم بالسودان؟ قال لك هيبدا محمد علي عشان يحقق مكاسب اقتصاديه، والدليل على ذلك محمد علي امتدت نفوذ المصريين الى جنوب السودان. مش بس كده، ده هينشئ العاصمه بتاعتها، خلى عاصمتها الخرطوم. 3 انشئ منابع نهر النيل او اكتشف منابع نهر النيل، اكتشف منابع نهر النيل. طيب شكرا. بعد كده محمد علي هيخش حرب اسمها حرب او معركه المورة او حروب اليونان اللي هي في المورة. طيب المورة دي يا جماعة بأمر من مين؟ المورة أو اليونان برغبة السلطان العثماني. برضو اليونان اتأمروا على السلطان العثماني. طيب يا رب كانوا عايزين يستقلوا عن الدولة العثمانية، فمن هنا القضاء على ثورة اليونان في المورة الذين طلبوا باستقلال الدولة العثمانية. من هنا ضم جزيرة كريت كولاية لمصر. محمد علي هيبدأ يضم جزيرة اسمها جزيرة كريت مهمة جدا، فقام محمد علي بضم جزيرة كريت. ثم هزمت
او هزيمة الجيش وتحطيم الاسطول المصري. اوبا، فين؟ قال لك في معركة اسمها نيفارين، مهمة جدا، سنة 1827، مهمة جدا بالله عليك ركز. هزيمة الجيش وتحطيم الاسطول المصري في معركة اسمها معركة نيفارين، ومن هنا اتحطم الاسطول المصري سنة 1827. بس هتبدأ تظهر مكانة محمد علي او علو مكانة محمد علي. ليه؟ لان الدولة العثمانية ركنها على جنب، وهتيجي انجلترا تقول لمحمد علي تعالى نتفق مع بعض. ليه؟ اركن السلطان العثماني وانا وانت ومحدش تالتنا، وانت حبيبي وانت لف السنين. عظيم. ايه اللي هيحصل؟ هيبدا اول حاجه علو مكانه مصر دوليا نتيجه تفاوض محمد علي مع مين؟ او تفاوض الاوروبيين مع محمد علي مباشره، لانه انهاء الحرب. عشان ينهي الحرب رجع للسلطان العثماني؟ ما رجعش، لسه قايل لك اهو. دون الرجوع للسلطان العثماني، اركن يا سلطان انت على جنب، انا ومحمد علي احنا كدول اوروبيه ومحمد علي احنا ناس كبيره، اركن انت على جنب. فهيبدا يركنه. فمن هنا دون الرجوع للسلطان العثماني، يترتب على ذلك ايه؟ السلطان العثماني ايه ده؟ محمد علي يتامر ضدي؟ ومن هنا هتبدا العلاقه ما بين السلطان العثماني ومحمد علي هتبدا تتوتر. فاذا توترت العلاقه ما بين محمد علي والسلطان العثماني. عشان كده هتبدا فكره محمد علي اللي هو ينفصل على الدوله العثمانيه. اصحى للكلام، بصوا التاريخ بتاعنا سلسله جميله والله العظيم. فاذا فكره الانفصال عن الدوله العثمانيه، وهيبدا يعمل محمد علي؟ تعالى لما اقول لك. هيروح يحارب السلطان العثماني في الشام، ودي الشام على رغبه محمد علي هي، واخدت قبل كده يا ابني الشام، اوعى تنسى الشام. وما كانت مع الشام مين يا حبيبي؟ كانت مع رغبه محمد علي، كانت الشام ومين؟ فكرني كده. والسودان. طيب ورغبه السلطان العثماني شبه جزيره عربيه واليونان. تعالى معايا حروب الشام. قال لي تعالى لما اقول لك حروب الشام. محمد علي كان عايز ينفصل عن الدوله العثمانيه بسبب توترت العلاقه ما بين السلطان العثماني ومحمد علي، لانهم الدول الاوروبيه اتحالفت مع محمد علي، وكانوا قايلين ان محمد علي دوت اركن يا محمد يا علي الدوله العثمانيه على جنب واتفق معاه كناس كبيره. طيب ومن هنا توترت العلاقه ما بين السلطان العثماني ومحمد علي بعد تفاوضت الدول الاوروبيه مع الجيش المصري اللي هو يترك المورا. المهم تصميم محمد علي اللي هو عايز ينفصل عن الدوله العثمانيه، لسه قايل لك الكلام ده فوق. ومن هنا انتصر محمد علي في حروب الشام الاولى والثانيه. تاني وصول محمد علي او انتصر محمد علي الى او وصل محمد علي الى وصول القوات المصريه الى الشام واعالي الفرات، وامتدت نفوذ محمد علي الى ايه؟ الشام. ومن هنا محمد علي هيبدا ينفصل عن الدوله العثمانيه. حلو؟ جميل. خليك معايا بقى في الحته اللي جايه دي عشان اخر حته في الدرس. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان السلطان العثماني وانجلترا هيتفقوا مع بعض ضد محمد علي. ايه العبط ده؟ ليه؟ انجلترا شافت ان نفوذ محمد علي بتعلى. انجلترا شافت ان نفوذ محمد علي ايه؟ بتعلى. طب انا طيب هيبقى راجل قوي، يعني اللي جاي كله طرش عليا هيديني بالجزمه. لا ما تخافش، تعالى لما اقول لك. فخافت انجلترا ان سلطه محمد علي ترجع، فتدخلت الدول الاوروبيه مفاوضه مع السلطان العثماني. هتقول لي يا سلطان يا عثماني تعالى انا وانت نتفقوا مع بعض ونطير مين؟ محمد علي. قالت له حاضر. فقامت تدخلت الدول الاوروبيه، ومن هنا ادركت الدول الاوروبيه خطوره محمد علي، فعملوا معاهده اسمها معاهده لندن سنه 1840. يلا بينا، عملوا معاهده لندن اسمها معاهده لندن 1840. من اهم شروطها، مهم جدا الشروط بتاعتها والله مهمه. اول حاجه محمد علي رجع الاراضي اللي انت خدتها من السلطان العثماني اللي كانت بارادته، شبه الجزيره العربيه. قال له وما تنساش الشام. حاضر والله. فاذا اعادت بلاد الشام وشبه الجزيره العربيه ليه؟ للسلطان العثماني. حاجه تاني؟ الله محمد علي لسه في شروط تانيه. اعلن خضوعك للسلطان العثماني. اوكي سوري سلطان عثماني. تاني هيبدا يعمل ايه؟ اعلان بلاد، او هيكون محمد علي باعاده بلاد الشام وشبه الجزيره العربيه للسلطان العثماني. 2 اعلن خضوعك للسلطان العثماني. حاضر. طالما قلت حاضر انت محترم، هكافئك، هثبت حكمك على مصر. اي تثبيت حكم محمد علي على حكم مصر. يبقى النتائج اعاده بلاد الشام اللي خدها محمد علي ومعاها شبه جزيره عربيه للسلطان العثماني، وهثبت حكمك على مصر، وتعلن خضوعك للسلطان العثماني. وافق محمد علي هيقدر يتكلم؟ دي الدول الاوروبيه والسلطان العثماني. حاضر. فوافق.
وهنا هنا موافق محمد علي على لندن، ومن هنا اضطر بقبول الشروط. السلطان العثماني ما يسكتش، لازم يرزع محمد علي، لازم يديله واحده كده. هيعمل ايه؟ هيصدر فرمانين، مش فرمان واحد بيع وضيع، هيصدر فرمانين اتنين سنه 1841 بعد معاهده لندن بسنه. اول حاجه، انا هعين الابن الاكبر من الذكور من ابناء محمد علي على حكم مصر. يا لهوي، يعني ابن محمد علي هيمسك حكم مصر؟ طب هتعمل ايه في محمد علي؟ ما ده الفرمان التاني. ايه هو الفرمان التاني؟ قال لك ايه هو؟ محمد علي توكل على الله. فين؟ وروح السودان. مش انت كنت عايز تفتح السودان؟ مش انت عملت الخرطوم؟ وروح اقعد جنب الخرطوم بقى. فاذا محمد علي هيبدا من هنا، او يبدا السلطان العثماني اصدر فرمانين. السلطان العثماني اصدر فرمانين. السلطان العثماني فرمانين سنه 1841. الاولاني في شهر يونيو نص على حق ورثه حكم مصر ابن الاكبر من ابناء محمد علي. هيعين واحده ست؟ قال لك لا، ست مين؟ انا عين واحد راجل. اتنين، النص التاني نص على ولايه محمد علي على ولايه ايه؟ السودان. ومن هنا من سنه 1805 يوم 13 مايو 1805 لسنه 1841 شهدت مصر نهضه اقتصاديه كبيره جدا بسبب محمد علي. اهتم بكل حاجه، اهتم بجميع النواحي. يعني محمد علي من وجهه نظري جعل مصر دوله حديثه متقدمه ايام، واهتم بكل حاجه، زراعه وصناعه وتجاره ونقل ومواصلات وتعليم وصحه وجيش. راجل ما سابش حاجه. ولذلك اهتم محمد علي في بناء مصر الحديثه. وبكده اكون خلصت درس محمد علي والوحده الاولى كلها. ان شاء الله هنزل لكم مراجعه وحده اولى كده وحل اسئله مهمه جدا، وطبعا هنعمل لكم شغل عالي. انتظرونا ان شاء الله على قناتنا على اليوتيوب. كان معكم مستر محمد الدمراوي. السلام عليكم.